عموما نكلمنا فيه شوية. تكلمنا في الفيلم الهابط وليس الفيلم عموما. نتكلم عن الإنتاج السينمائي ككل. الإنتاج السينمائي يعني هو فيه روح. يعني تقدري تقولي إن هو فيه روح. زي ما في نكهة طعمة في الأكل بتاعنا الشرقي عموما. تلاقي برضو فيه طعم للفيلم بتاعنا. لكن هو مش مستغل بما فيه الكفاية. طيب مدام سعاد، هل لك هوايات معينة؟ كنت زمان غاوية ركوب الخيل وأنا خدت بودر محترم. تبطلتي؟ غاوية سباحة شوية. وشوية رياضة كده وقراية وسماع موسيقى. طيب لو قعدتي بينك وبين نفسك ما تغني، صوتك حلو طبعا. بيني وبين نفسي؟ يمكن يعني بس قليل. طيب لما تقعدي بينك وبين نفسك تغني لمين؟ لا انت عايزاني اغني؟ لا مش عارفه ان انا صوتك مش روح. اغنيه من امبارح وان عندي كحه ولسه واخده كحه تاني ولا لا؟ ده الكحه اطلع على الرجاله الجمهور تبقى دي عايز. لا احنا مش هنقول لك، احنا عارفين ان صوتك حلو بس صوتك مفتوح الان. بس في قصص ومواضيع قديمة لأفلام قديمة، أفلام غنائية استعراضية، هل تمنيتي إنك تمثلي الأفلام القديمة، أفلام الأربعينات والخمسينات في السينما العربية؟ غادة الكاميليا. غادة الكاميليا. طيب تسمية سندريلا الشاشة العربية من أطلقها على سعاد حسني؟ متهيألي بديع سرباي صاحب مجلة موعد. صاحب مجلة هو يعني اللي بيطلق جميع الأسامي على الفنانين. طيب مدام سعاد، نقول نقف عند أشخاص كان لهم فضل المساعدة في وصول سعاد حسني إلى أن تقف في الصف الأول من نجوم الشاشة العربية. في البداية يعني نجاة أختي نجاة الصغيرة، بعد ما قدمت فيلم حسن ونعيمة كان في فترة حوالي 6 أشهر كده، وكنت محتكرة أنا كمان في عندي عقد احتكار مع محمد عبد الوهاب ومع بركات. فزي ما تقولي فترة الاحتكار كانت 6 أشهر، جاي عرض بأفلام تانية عشان أمثلها لكن الاحتكار كان يمنعني. فكنت يمكن هبتدي أتنسي أو ما أخدش نفس المكانة اللي ابتديت فيها. هنا نجاة زقتني زقة مهمة، لأن طبعا هي في الوقت ده كانت نجمة غناء مطربين كبار وبتعرف ناس من ضمنهم كان الأستاذ حلمي المخرج خدني في فيلم تاني. ليه؟ لأن بيشوفني بقى معاها وكده يعني. أدي زقة كانت مهمة، لأن ممكن واحد يتعطل فترة من غير أسباب تستاهل يعني. والله في ناس كتير جدا يعني كان ليهم أفضال عليا، يعني زي الأستاذ إحسان عبد القدوس ده احتضنني فترة كبيرة. هي من بنات السيف، لما مثلت في بنات السيف حتى بالنصيحة طبعا النصيحة من كده ده ينقل. طب اشتغلتي فترة أو مع عبد الحليم حافظ فيلم واحد تقريبا؟ فيلم واحد والبنات والصيف. لماذا لم تعاودي التجربة مع المرحوم عبد الحليم حافظ؟ والله ده كان فيه مع أكثر من مشروع، كان فيه مشروعين للأسف ما تعملوش لده. كان هو أبي فوق الشجرة بس أنا ما كنتش عجبني الدور. يعني إيه تغير. هو كان دور البنت يعني ما كانش دورها مليان شغل، فأنا بقى ما كانش الدور يبقى فيه شوية كده. مدام سعاد، لو خيرتي باختيار قصة غادة الكاميليا من ترشح البطل أمامك؟ مش عارفة. من نجوم الشاشة حاليا. في أحمد زكي، في نور الشريف،
للذوق. الحقيقة ما فكرتش تأتي على رأس كمية كحاجة بعيدة، ما فكرش إن أنا أعملها. يعني المسألة برضو إيه واحد. لا، اللي في ذهنك الآن هو النجم اللي ممكن يكون يقف أمام سعاد حسني في قصة غرام حلوة ناعمة يعني كغادة الكميلة. فقلت إنه نور الشريف وأحمد زكي. في نهاية هذا اللقاء نشكر الفنانة المتألقة سعاد حسني، وأهلا وسهلا فيش في الكويت. يا هلا. أهلا بك، أشكرك على اللقاء.